مساء الفل عليكم. فنجان كرة جديد لتحليل واحدة من مباريات الدوري المصري، مباراة النادي الأهلي ونادي المصري. واحدة من مباريات وكلاسيكيات الكرة المصرية، مواجهة الأهلي والمصري. مباراة ما بين فرقتين، الفرقتين كانوا بيسعوا لكل واحد فيهم إن هو يوصل للمكسب، عشان خاطر إن في المنافسة، لأن في 5 فرق السنة دي بتنافس على الصدارة أو على بطولة الدوري. بترتيبهم سيراميكا كليوباترا، الأهلي، الزمالك، بيراميدز والمصري. 5 فرق دول بينافسوا على بطولة الدوري إلى الآن، والمنافسة ما بينهم مشتدة جدا يعني. خلينا ندخل في كواليس الماتش مع فنجان كورة، وهنقول إن إحنا لما نبص للأهلي، الأهلي كان بيحاول يعوض التعادل اللي حصل في ماتش بتروجيت، يفوق الفرقة، يكسب واحد من الفرق اللي بتنافس على الصدارة، فرقة المصري، عشان خاطر يرجع بشكل أحسن ويبتدي يفوق تاني، يبتدي يستعد استعداد قوي جدا لبطولة السوبر. دي من كانت الحوافز للأهلي. كمان دخول المدرب بقاله 25 يوم ولعب 4 ماتشات مع الفريق، يعني الفريق مفترض ان هو يظهر بشكل احسن. دي من كواليس المباراة الاهلي. بالنسبة للنادي المصري، النادي المصري بعد نشوة الصعود وان هو كسب فرقة كبيرة في افريقيا، فرقة الاتحاد الليبي، وعمل ماتشين سواء بره لما تعادل بره قدام عدد كبير جدا من الجمهور، ولما جه هنا وكسب وصعد في بطولة الكونفدرالية، كان عايز يستمر في النتائج، كان عايز يدخل في المنافسة أكتر. هو كان معاه 19 نقطة، فكان محتاج ياخد 3 بونت ويزق نفسه في المنافسة بشكل أكبر على بطولة الدوري. دي كواليس ما قبل الماتش. طبعا في غيابات في الفرقتين. أهم الغيابات بالنسبة للأهلي كان بن رمضان، وغيابات بإمام عاشور طبعا، وحسين الشحات. أنا كان بتكلم على المتواجد في الفترة الأخيرة، كان من ضمن اللعيبة الأساسية هو بن رمضان. وغياب صلاح محسن اللي كان ليه غيابه ليه تأثير كبير جدا، وهندخل مع بعض في المباراة ونشوف ده مع بعض. لما نيجي نبص لتشكيلة الأهلي، مستر ياستروب، يعني أنا من وجهة نظري لو أنا هدي عنوان لمباراة النهاردة، هي مباراة بعنوان اللغز. ليه اللغز؟ هنعرف مع بعض، بس هنتكلم أول عن التشكيل. لما نبص في حراسة المرمى، محمد الشناوي. الباك اليمين محمد هاني وياسر إبراهيم، باكات بيلعب ياسر إبراهيم وياسين مرعي. في الباك الشمال كوكا. في نص الملعب مروان عطية، ألي ديانج، وقدامهم تريزيجيه وطاهر وزيزو ومهاجم جلاديشار. ده تشكيل الأهلي. لما تيجي تسألنا في فنجان جورة إيه رأيك في تشكيل الأهلي؟ ليه؟ ده لغز من ألغاز الماتش. ليه كوكا في الباك الشمال؟ امتى كوكا كان كويس في الباك الشمال عشان تخليه باك شمال في ماتش انت عايز تكسبه؟ ما عندكش اوبشن تاني. كوكا دفاعيا هو وسط ملعب دفاعي جيد، اما على ناحية الباك الشمال فهو غير بقى جيد بالمرة. هو دفاعيا كويس جدا، هجوميا صفر. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج الغاز، بس احنا مصممين ندخل في الغاز. طيب، ايه فكرة وجود طاهر في التشكيل الاساسي؟ هل الناس السنة دي أو المدرب ده أو اللي قبل منه أو الجهاز الفني أو الإدارة أو الناس اللي بتتفرج أو شافوا من إيه طاهر يخليه يلعب أساسي؟ شافوا من إيه طاهر يخليه أفضل وجوده في التشكيل الأساسي على حساب بن شرقي؟ طب على حساب محمد عبد الله نجم منتخب الشباب أو منتخب الناشئين؟ طب على حساب عمر كمال اللي ظهر مع الراجل بشكل كويس جدا؟ إيه الفكرة؟ ايه الفكرة ان طاهر وجوده في التشكيل في الاهلي، او ان هو اصلا يلعب الماتش سواء اساسي او احتياطي؟ محدش يجي يقول لك اصل طاهر ده كان في يوم من الايام قوي والسنة اللي فاتت كان حلو، ومش انا مش دعوة بالسنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت دي خلصت خلاص. احنا النادي الاهلي، فاحنا بنبص ان انت كنادي اهلي عايز تكسب، عايز توصل، عايز تاخد البطولات. مش هتبص على لعيب تقليدي، لعيب هو في الملعب ما بيعملش حاجة ان هو بيوجد الالغاز لنفسه عشان خاطر يخسر الكورة فيكون ده أداؤه. اديت النهاردة حرية الحركة لزيزو، كانت حاجة كويسة وكانت ظهرت زيزو بشكل كويس. ده هنتكلم فيه. وجود الانتشار وان انت لعبت وهو المهاجم الوحيد اللي موجود معاك، فما ألفتش وما ده نزلتش مهاجم يلعب عليه، بس هو لعب مكانه. كان عنده حالة عدم توفيق، بس هو ده مكانه. وجود تريزيجيه طبعا. لما ندخل في أحداث الماتش هتلاقي إن المصري هو ما جاش النهارده، وده لغز من ألغاز المباراة، إن المصري ما جاش. أسوأ مباراة ممكن يكون لعبها المصري في آخر سنين. أنا شفته في المباراة ما بين الأهلي والمصري في آخر كام سنة. المصري ما كانش بالأداء ده.
المصري يعتبر ما جاش 5 دقايق في اول الشوط، ضغط شويه، لقى الضغط مش جايب نتيجه مع الاهلي، تراجع. فرص وكور الشوط الاول هو عباره عن ان انت جلاديشار بيضيع فرص، وتريزيجيه بيمسك الكوره يأنن بيها يضيعها، يرجع يدور ازاي يجيبها، اشتغل لنفسه. بيلعب لغز. وجود تريزيجيه في التشكيله الاساسيه وفي النادي الاهلي الفتره دي هو لغز. ده عنوان الماتش، ده عنوان كل حاجه بتحصل الفتره دي في الاهلي. الغاز. ايه اللغز؟ ان انا اشوف محمد هاني في الشوط الاول، كوكا، مروان عطيه، طاهر، وتريزيجيه ادائهم سيء، وهحافظ عليهم في التشكيل. ايه فكره ان انا لازم اغير الشوط التاني؟ ايه الفكره اصلا؟ فين في الكوره اتقالت ان انا لازم اغير؟ لقيت طاهر وحش غيره دقيقه 10، دقيقه 20، دقيقه 30؟ انا لسه في اول الماتش والفرقه اللي قدامي مستسلمه ومتراجعه، وانا مش هستنى الفرقه قدامي دي اما تفوق هنزل لهم لعيب استفاد من الفرقه دي واقعه، واطلع اللعيب السلبي اللي بيقدم اداء سلبي، وانزل لعيب عمر كمال مثلا، او انزل محمد عبد الله، واستغل ان الفرقه دي متراجعه والشوط الاول في ايدي وانا مسيطر على مجريات الماتش كله واكسب. ايه فكره ان انا لازم استنى الشوط التاني او ما بين الشوطين او الدقيقه 60 او الدقيقه 70 عشان اعمل تغييرات تفرق في الفرق مع الفريق؟ ده لغز. قومت اللعيبه مستر ستروب، قوم اللعيبه عمر كمال وعبد القادر في الدقيقه 25 تالت ماتش يعمل نفس الحركه، يقوم اللعيبه في نص الشوط الاول. لا، ما تقومش اللعيبه، انت قوم اللعيبه واعمل تغيير. هي اللعيبه دي مش تيجي غير كده. قومت اللعيبه ما بتعملش تغيير، ما لغز اتحفظت خلاص، اللعيبه فهموها. انت بتقوم اللعيبه عشان تخوفهم، وانت كده كده مش هتعمل تغيير. مش هتسحب طاهر السيء، مش هتسحب تريزيجيه الاناني، مش هتسحب مروان عطيه اللي بيرجع بالكره لورا طول الماتش. لغز بيحصل في الماتش. لما يخلص الشوط الاول وانت ما جبتش هدف بعد كل الفرص اللي انت بتعملها، نجم المباراه بلا منازع محمود حمدي حارس المصري، نجم المباراه النهارده. لان المصري ما راحش بحاجه هجوميه عشان اقول لك في لعيب في نص ملعب، في حد عمل فنت، في حد عمل لقطه، في كان واحد ليه تاثير مهم. كان حتى المدافعين بتوع المصري، يعني مثلا لو قلنا ان بعد محمود حمدي باهر محمدي شويه، بس برضه كان في ثغرات في المصري، ثغرات واضحه جدا يعني تقدر تجيب منها جون واثنين وثلاثه. الحارس كان مميز وانت كنت وحش، وانت كنادي اهلي لغز. استغلش الفكره دي. طيب تيجي ما بين الشوطين عملت تغيير ورحت منزل 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 مخرج طاهر من التشكيل، ومنزل عبد القادر. اللغز برضو عبد القادر عمره ما لعب وينج يمين كويس، فالطبيعي ان انا ادي حرية الحركة لتريزيجيه، او ادي عبد القادر في الوينج الشمال، الاعب زيزو وينج يمين اللي هي حتته اللي هي بيظهر وبيخلي محمد هاني يظهر معاه كويس في الماتش. لغز. لغز اهو، ده لغز واضح جدا. عبد القادر ما بيلعبش وينج يمين، فظهر اداؤه سيء للغايه عشان هو ما بيلعبش وينج يمين. مش هيجي على لعيبه يا جماعه، احنا في مصر اللعيبه مش هتيجي في لعيب عنده 27 سنه لسه هتعلمه انك لا انت نزلت في الوينج اليمين فانت لازم تأدي كويس جدا. مفيش مفيش الكلام ده. فابتدى عبد القادر بيعمل تصرفات وهو مش عارف ياخد حريه الحركه، مع ان المصري في الناحيه اليمين ليه اللي هي الشمال للاهلي كان في شوارع. يعني لو اديت تريزيجيه هناك قبل ما تغيره، لو انت كنت محتفظ بيه بالملعب وهو اختفى تماما، تمام، ووديت عبد القادر في ناحيه الشمال، كان هيبقى في فعاليه اكتر. لحد الاهلي مسيطر وبيضيع في فرص وماسك الكوره والمصري مش موجود، كل الكلام ده. اللغز الأكبر بالنسبة لي التغييرة اللي حصلت، خروج ديانج، خروج ديانج ونزول محمد شكري، تمام، خروج تريزيجيه ده الطبيعي، ونزول بن شرقي. طب نزول بن شرقي تمام، أنا عايز بن شرقي يبقى موجود في الملعب عشان يلعب. أنا شايف إن هو يلعب مهاجم تاني مع جلدشار عشان نستغل عرضياته ونستغل العمق ونستغل. هيلعب وينج تمام، هودي بن شرقي مهاجم تاني واخلي زيزو يروح في الوينج اليمين ولاعب عبد القادر، تمام. ديانج يخرج ليه؟ احسن لعيب في الاهلي لحد ما اتغير، واحسن لعيب في الاهلي طول الماتش لحد ما اتغير هو ديانج. ديانج من الماتش اللي فات قوة، سرعة، سرعة لعب الكورة،
بيحرك الكرة بسرعة وبيتحرك هو بالكرة برجله لقدام بسرعة بالكرة. تحركات ما بين الخطوط. النهارده قطع في كام كورة منهم الكرة اللي ضيعها جلاديشار على خط الجون في الشوط الأول، اللي قطع من اليمين وعملها الشوط التاني كذا مرة. تقريبا الوحيد اللي في اللعيبة اللي كانت موجودة النهارده اللي كان بيقطع ما بين الخطوط عشان ياخد الكرة. كلها لعيبة واقفة بتتفرج، واقفة مستنية الكرة في مكانها، ما بتقطعش ما بين خطوط الراجل. نحلة في الملعب. تطلع مروان وتطلع كوكا وتسيب ديانج في الملعب. تغيير غريب. لغز. خرجت ديانج ورحت مخلي كوكا اللي هو اصلا اداؤه سيء، خليته في الماء اللي هو بطيء، اللي هو بيلعب الكرة اللي ورا. رحت هو حطه جنب اخوه مروان عطية اللي هو بطيء، اللي هو ما بيلعب الكرة اللي ورا، اللي هو ما بيتحركش ما بين الخطوط، اللي هو ما عندوش دريبلينج بالكرة عالي، يعني تحرك بالكرة عالي او انه يحط الكرة تحت رجله ويزقها قدامه عالي، اللي هو ما بيروحش يساند اي جبهة هجوميا، اللي هو ما بيشوطش ولا شوطة على الجون. حطيتهم الاتنين جنب بعض فرجعت المصري للماتش. انت رجعت المصري للماتش، خرجت لهم اكتر لعيب كان قاطع للكرات وبياخدها يحركها قدام، مخلي الاهلي اللي هو اداؤه بطيء بيخليه شويه يساعد الاهلي اللي اداؤه يبقى سريع. فده كان لغز بالنسبه لي، لغز في احداث الماتش. لما بعد كده رحت انت طبعا لعبت شكري كوكا قعد شويه، طبعا لعبه بطيء باين جدا، الدنيا بايظه، الدنيا مش احسن حاجه. رحت مخرج جلاديشار. خرجت جلاديشار. رحت يعني انت خرجت جلاديشار ليه؟ المهاجم الوحيد. التعادل هو الخسارة في الأهلي. لازم المدربين اللي بييجوا يمسكوا الأهلي يعرفوا إن التعادل هي الخسارة. حتى نقطة زي ما خدتش، أنا بنافس على البطولة الأهم في الكرة المصرية، فأنا التعادل بالنسبة لي زي الخسارة. ايه فكرة المخاطرة؟ ان انت لو خاطرت ولعبت باتنين مهاجمين الموضوع بسيط جدا، الموضوع سهل جدا. طيب لما انت رحت مخرج جلديشار، رحت منزل محمد عبد الله افضل تغيير، احرج كل اللعيبه الاساسيين والاحتياطيين تمام باستثناء ديانج. افضل تغيير محمد عبد الله وينج يمين بيلعب برجله الشمال، وزيزو واخد حريه الحركه تمام، بن شرقي في الشمال. خرجت بقى جلديشار فرحت مودي بن شرقي مهاجم، ورجعت ترمي عبد القادر في الوينج الشمال. الغاز. انت قاعد بتحل الغاز. الاول كنت بتحل اللغز بتاع شبكه المصري وخط دفاعه وحارس مرمى المتالق، بقيت بتحل الغاز فريقك بقى، اللي هو احنا كونا الغاز لبعض، احنا عملنا الغاز للفريق. والتغيير الاعظم في الدقيقه 82 على اللغز، طلع كوكا ونزل قفش. طب قفش هيعمل ايه؟ لا يا جماعه، والداعمين ده القضيه، ده القضيه مان. ادي قفشه بيعمل ايه؟ يعني بيعرف يجيب جون بدماغه؟ طب بيقرب ويحط جون بسرعه ويلعب بسرعه؟ بيبطئ الكره يحطها في رجله ويدور على يمينه وشمال؟ طب عنده مهاره ويعدي ويعمل فينت ويعدي واحد على واحد؟ مفيش. في الدقيقه 87 لما افتكرت اخد عبد القادر اوديك ناحيه الشمال، الالغاز. الغاز. ومفيش اي عذر للمدرب. 25 يوم، ب 25 يوم بتمرن اللعيبه دي، 4 ماتشات فاتت، شفت اللعيبه، شفت انك اللعيبه دي مش هتخاف عليك، مش هتحافظ عليك. ضربه الجزاء، كل ضربات الجزاء احسن لعيبه العالم بتضيع ضربات جزاء. في اي فريق في العالم فيه بيضيع ضربات جزاء، مفيش مشكله. ايا من كان اللي بيضيع ضربه الجزاء، هي القصه مش في مين اللي ضيع ضربه الجزاء او ضربه الجزاء ضاعت ازاي. القصه في ان انت عندك لغز، عندك لغز اللعيبه التقليديه. انت ما عندكش لعيب بيقدم كره مختلفه. هي اسامي، هي براويز بس، برواز كده في اسم كذا واسم كذا واسم كذا، لكن ما بيقدموش كوره. نتيجه الماتش بعد ضياع ضربه الجزاء، الفكره ان انت ايه، اتعادلت، الماتش خلص تعادل، اخدت بونت، بقيت 3، بقيت يعني اخدت بونت من المصري، وخليت سيراميكا محافظ على مكانه. طبعا بيراميدز جاي من وراك مش راحم، وصل ل20 نقطه تمام. سيراميكا كان بيلعب وكنت سايبه متعادل، كان متعادل تقريبا، الماتش خلص تعادل. فانت بالنسبه لك الزمالك طبعا واداء كويس جدا جدا النهارده، وهيروا المشكله الاساسيه اللي موجوده في الفريق من وجهه نظري المدرب.
لما مسك مدرب كويس زي احمد عبد الرؤوف قدر يكسب المباراه، وقدر لانه معاه لعيبه كويسه. يعني بعيدا عن مشاكل الزمالك الماديه، انا بشوف ان سكواد الزمالك ده من اقوى السكواد. فلما ترجع لماتش الاهلي وتبص، لغز اللغز ده هيتحل امتى؟ انت داخل السوبر المصري للاسف، والجمهور حاطط ايده على قلبه، وكل حد بيتفرج على الاهلي عنده عدم ثقة تماما في ايه اللي ممكن يقدمه الفريق في بطولة السوبر. ده ماتش النهاردة، وده اللي حصل مع الأهلي النهاردة في فنجان كورة. ألغاز كتيرة في التشكيلة، في التغييرات، في روح اللعيبة، في تغيير أماكن اللعيبة، في اللعيبة. خلاص يعني أنا أتمنى إن شهر واحد يبقى بكرة، بداية السنة تبقى بكرة، مش تبقى لسه قدامها شهرين، عشان فعلا في لعيبة رصيدها نفذ، في لعيبة محتاجة تقعد دكة وتفوق، تستوعب إن هي بتلعب في النادي الأهلي، تلعب في واحد من أهم وأكبر فريق في أفريقيا. الحجة بتاعت الفترة اللي فاتت، أصل في انتخابات مجلس إدارة، أصل الناس لأ الوضع يختلف، الدنيا هتختلف، خلاص مجلس الإدارة هيركز أو هنظبط الدنيا، فإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى أحسن. شكرا لكم جدا، ونتقابل مع بعض في فنجان كورة جديد. شكرا.